Hello fellas, today we're going to talk about two of the most confusing sounds in the English language. Which are the B sound and the P sound. So, stay with me. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا موسى أحمد وبرحب بكم على قناة موسى ديفسون وتاني حلقة من حلقات برنامجنا The English Phonetics. سبق وعرفنا قبل كده في الحلقات اللي فاتت يعني ايه فيناتكس واهمية الفيناتكس عشان نعرف ننطق انجليش صح. وقلنا برضو ان الانجليش 26 حرف، 21 حرف كونسونانت و5 حروف فاولز. دول بينتجوا لنا 44 صوت متقسمين لثلاث مجموعات: consonant sounds, single vowel sounds والdiphthong sounds. خلونا بس في البداية نبتدي بالكونسونانت ساوندز. ليه؟ أبسط فهتفتح نفسنا أكتر إن شاء الله. أول صوتين معانا النهاردة هما صوتين مهمين جدا وفي نفس الوقت دايما في بينهم لبس كده وكونفيوجن، وساعة ما هتنطقهم صح هيبان أوي إن أنت بتتكلم إنجليش. صوت الب، صوت الب. خلونا بس في البداية نبتدي بالجملة دي. هطلب من حضراتكم بس تعيدها معايا بصوت عالي، تركز فيها كويس، ويا ريت تعمل بوز وتكتبها. ليه؟ لسببين. اولا لان الجمله دي اسلوب حياه، لو خدتها اسلوب في حياتك هتفرق معاك كتير قوي بجد. والسبب الثاني خلي اخر الحلقه هنعرفه مع بعض. Be the one who breaks impossible among the people. Believe in yourself. Pay attention and you'll become the best version of you. دايما خليك بين الناس البني آدم اللي بيكسر المستحيل، مش زي أي حد. آمن أوي بقدراتك، ركز وساعتها هتبقى أحسن نسخة ممكنة منك. وأول صوت معانا النهاردة هو صوت ال B as in the word boy، كما في كلمة boy. يا ترى هو voiced ولا unvoiced؟ فاكرين التمرين اللي خدناه مع بعض؟ ممكن نجربه تاني. ب boy ب. في vibrations، في اهتزاز، يبقى الصوت voice. برافو. دايما بنعبر عن الصوت ده بحرف البي، تاني حروف اللغة الإنجليزية. الصوت ده يعتبر شفهي ونستخدم فيه الأحبال الصوتية، يعني نستخدم الشفاه lips، الشفاه، والفوكال كوردز الأحبال الصوتية بس. ودي أمثلة لبعض الكلمات اللي بتبتدي بصوت الب. بي بي believe believe break break best best. ودي أمثلة لصوت الب في نص الكلمة. impossible impossible. problem problem. number number. الأمريكاني يقول لك number number. صوت الر عند الإنجليز ما بيظهرش كتير. maybe maybe. وادي بعض الكلمات اللي بتنتهي بصوت الب. tube زي يوتيوب. describe describe. cube cube and subscribe. منساش subscribe. تاني صوت معانا النهاردة هو صوت ال P as in the word play play. نجرب تمرين الفويست والانفويست على الصوت ده. P P. ناخد بالنا ان صوت ال P تقفل شفايفك، بتجهز كمية هواء وتضخها بقوة غير صوت ال B. يعني مثلا هطلب منك
تجيب حتة ورقة ب ب صوت ال ب بيطلع بهوا، وصوت ال ب بيطلع من غير هوا. ده احنا كده معانا صوت ال ب unvoiced أو voiceless بنفس المعنى، وبنستخدم فيه اللبس الشفايف بس ما بنستخدمش فيه الأحبال الصوتية. عبر عنه بحرف ال P اللي هي اللي بنقول عليها ال P تقيلة. وإليكم بعض الكلمات اللي بتبتدي بصوت ال P زي plus people play pay. وإليكم بعض الأمثلة بصوت ال P في نص الكلمة. happy happen important أو important. وبعض الكلمات بتنتهي بصوت ال P زي help up keep map. وبكده احنا نعرف نفرق كويس قوي بين صوت الب وصوت الب. ودلوقتي جه الوقت اللي نعرف مع بعض انا ليه طلبت منك تركز في الجملة اللي فاتت وتكتبها. فاكرينها؟ السؤال: يا ترى الجملة اللي احنا قلناها في بداية الفيديو دي فيها كام صوت ب وكام صوت ب؟ هستنى اجاباتكم في الكومنتس، ولو في اي حاجة فاتتك في الحلقات اللي فاتت هتلاقي الروابط بتاعتها في الديسكريبشنز تحت. ولو عجبك الفيديو بتاعنا ما تنساش تعمل سبسكرايب، لايك، شير. ولو استفدت وعملت شير تخيل كمية الفايدة اللي ممكن تفيد بيها غيرك لو انت استفدت في البداية، واتمنى تكون استفدت معانا. ولو في اي استفسار او اي خدمة أنا ممكن اقدمها انا تحت امرك. ولو عندك اي تعليق او اقتراح اتمنى تشاركنا بيه في الكومنتس. And remember, be the one who breaks the impossible among the people. Believe in yourself. Pay attention, and you'll become the best version of you. Assalamu alaikum. سبق وعرفنا قبل كده في الحلقات صوت الب، صوت الب، صوت الب، صوت ولو في اي حاجة فاتتك من الحلقات اللي فاتت هتلاقي الروابط